طالع هتكلم معاكم النهارده ان شاء الله باذن الله عن البيزكس اللي في الاكسل اللي بيحتاجها اي حد سواء هيشتغل في مجال الداتا اناليسز او في اي مجال تاني. دي عباره عن مجموعه من البيزكس والتريكس كده اللي بتسهل للناس الشغل وبتسرع لهم الشغل وبتخلي البرودكتيفيتي اعلى يعني ويعني بتوفر وقت ومجهود. البيزكس او النقط اللي احنا هنتكلم فيها النهارده دي اهميتها لتوفير الوقت والمجهود، لكن هي مش بتخلص لي مشروع. يعني انا مش بمسك بروجكت بالنقط اللي احنا هنتكلم فيها دي او باي نقط حتى لو كانت نقط مور ادفانسد. مفيش حاجه بتخلص مشروع لوحدها. يعني في نقط بتبقى عظيمه جدا في التستنج زي ما اتكلمنا، وفي نقط بتبقى عظيمه جدا في انها بتديني سمري، بحيث ان انا قبل ما ابدا الاناليسيس بتاعي ببقى عارف الارقام هتنتهي على ايه. فالحاجات دي حاجات كويسه جدا وبتخليني ابقى شغال وانا مطمن، لان التستنج لا يقل اهميه عن الشغل نفسه. ما انا ممكن انا مستقل بالتستنج والكلام ده كله، فتيجي انت في الاخر مطلع ارقام غلط، وبالتالي يعني الشغل برضه فيه اخطاء. انا مش ماشي، انت بذلت مجهود عظيم بس انا ما استفدتش بيه. فالنقط دي بتوافق او انت مثلا اخرتني، بذلت مجهود عظيم ولكن للاسف اخرتني، وبالتالي ممكن مثلا الرقم اللي انت جايبه صح ولكن هتخليني اخد اكشن صح في وقت مش صح، وده برضه حاجه مش حلوه. فالسرعه والكلام ده كله اكيد بيجي من الممارسه، وبيجي من التريكس بقى اللي هو مثلا اختصار معين، شورت كات معين. الكلام ده كله بيوفر عليا ستيبس كتيره وكليكات كتيره بطريقه ايه او بطريقه او باخرى يعني. فالنهارده ان شاء الله باذن الله هنبدا فروم يعني من البدايه خالص. يعني مثلا خلينا نبدا من عند ما بفتح الاكسل، نفتح فايل تاني خالص غير اللي احنا هنشتغل عليه. نفتح من عند ما بفتح فايل جديد من الاكسل بيبقى الشكل عامل ازاي والكلام ده كله. انا مش من هواة ان انا امسك كل حاجه اتكلم فيها، ولكن في البيزكس بضطر اروح للحته دي شويه نوعا ما، مش دايما، عشان خاطر ايه الناس بس تاخد ايه تبقى فاميليار مع البرنامج. لو حد مثلا في شغله ما بيحتاجش اكسل الكلام ده كله، او ما اشتغلش على الاكسل قبل كده، او شكل الاكسل بالنسبه له لسه عينه محتاجه تاخد عليه، فده شيء مهم جدا لاي برنامج مش للاكسل بس. طيب، اول لما افتح البرنامج بنسبه كبيره هيجي لي مثلا المنظر ده من قائمه فايل. هشوف الكلام ده كله ايه المنظر ده. انا مش مضطر ان انا احفظ كل حاجه باسمها، يعني خلاص انا عيني واخده على الاماكن دي خلاص، فبالتالي الموضوع بالنسبه لي بيبقى سهل. فانا بيبقى عندي هنا الحاجات اللي هي ايه زي تمبلت كده، اللي هو في عندي الاول بلانك اللي هو شيت فاضي خالص اللي هو فتحه لي بالمناسبه منه لنفسه. في هنا بقى حاجات بقى تمبلت ممكن تكون مناسبه لشغلي وممكن تكون مش مناسبه، عادي يعني شوف حاجه مناسبه ليا او انا كاري التمبلت بنفسي من جوه، هنشوف ده كله. طيب هنا بقى الحاجه اللي ريسنت اللي اخر حاجه ايه، انت كنت شغال على الداتا دي، داتا انت كنت شغال عليها على الاكسل. وهنا بقى بعض الحاجات زي السيف اللي هي موجوده بالمناسبه جوه برضو، لو البرنت لو هتطبع الكلام ده كله، ببلش لو ليك اكونت على مايكروسوفت وهببلش حاجه. طيب، فديت كده القايمه دي انت بس محتاج اللي انت محتاج تعرفه وتكون فاميليار بيه. دي الداتا اللي انت كنت شغال عليها اخر مره، اخر داتا كنت شغال عليها، اكيد مش كلها بس لحد اقرب وقت ممكن. لو في عايز تاني بتضغط علينا على الاختيار اللي هو المور ورك بوكس، اخر حاجه كنت شغال عليها. ده مثلا جايب لي لحد يوم الاحد اللي فات الساعه 9 و23 دقيقه. لو انا عايز ابعد من كده او اقدم من كده بضغط هنا. طيب، هنا محتاج تعرف ان دي تمبلت. ممكن انا بالنسبه لي انا ما بروح لهاش كتير او مرات قليله قوي اللي رحت لها اصلا. انا بكريت حاجتي بنفسي لان اكيد يعني اللي موجود مش بيبقى فت على حاجتي بالظبط، بتبقى محتاج عليه تعديلات، ده لازم لان اللي مكريت التمبلت ما يعرفش حضرتك. طيب، فبالتالي بما اني لسه هعدل وكده، لا انا هعمل لنفسي حاجه جديده او هعمل لنفسي شغل جديد. طيب خلينا اخش على البلانك، هضغط بلانك ورك بوك يفتح لي ايه شيت بلانك كده. ايه بقى المنظر اللي انا بشوفه قدامي ده؟ خلينا ننزل دي كده عشان نعرف ايه نشوف الدنيا احلى. طيب، المنظر اللي حضرتك بتشوفه ده شكل الاكسل. خلينا الاول معلش نشغل الزوم عشان خاطر ايه. المنظر اللي حضرتك بتشوفه دوت من فوق كده عندك قائمه اللي هي دي، عندك قوائم سوري اللي هي هوم وانسيرت وبيج لي اوت، كل واحده من جواها يعني انت واقف هنا على هوم، حتى هو شد لك تحتها خط كده.
كل واحده من دي جواها الايه الريبونز بتاعتها دي. يعني الريبون الاولاني اللي هو اسمه الاندو بيحتوي على 2 من الاختيارات، بعد كده الكليب بورد بيحتوي على 3 4 من الاختيارات، الفونت مش عارف الكلام ده كله. طيب الحاجات دي لو انت مشيت عليها واحده واحده كده هتبذل مجهود، هتتعلمها وكل حاجه، انا مش هقول لك مش هتتعلمها، لا هتتعلمها، بس هتبذل مجهود اكتر لما بتبقى فيها اكزامبلز عمليه وبتوريك بتستعملها ازاي وبتسرع لك بقى الشغل ازاي. زي ما انت قلت، زي ما احنا متفقين، احنا مش بنبدا في اي خطوه غير لما نعرف انا هعمل بدي ايه. يعني انت راجل دلوقتي جاي تكلمني في البيزكس بتاع الاكسل، حلو قوي، هعمل ايه بقى بالبيزكس بتاع الاكسل دي؟ هنشوف ده كله مع بعض. فانا مثلا بدل ما امشي لك هنا اقول لك دي جواها كذا ودي جواها كذا، لا احنا هنمشي دلوقتي بنهايه السيشن باذن الله حضرتك هتلاقي ان انت استعملت تقريبا كل الكلام ده باختصار. يعني هنسيب مثلا حاجات بسيطه لسيشنز ثانيه او لسيشن ثانيه فاضله، يبقى كله خلص باذن الله. طيب بدل ما امشي اقول لك عليهم واحده واحده، فانت عندك هنا الحاجات دي زي ما اتفقنا كده، وكل واحده جواهم دول يعني مجرد ما اروح من الهوم لانسيرت، بص ده كله هيتغير، بقت محتوي على الحاجات اللي انسيرت بتحتويها. انسيرت بتحتوي اول تاب عندها اللي هي او اول ريبون عندها اللي هو التيبلز، بعد كده الالستريشن. بالمناسبه في اختلاف في الفيرجنز يا جماعه، في اختلاف في الفيرجنز، بس ده الناس بيخض الناس جامد، ودي ده مش صح، انت مش المفروض ان انت تتخض، عادي جدا كل ده موجود. اي نعم في اضافات جديده في الاكسل اللي هو بيبقى متابديت او على اخر فيرجن، اوكي اكيد، بس مش الاختيارات الجوهريه، مش اللي هي مش هتخليك تعرف تشتغل على الاكسل، لا هتشتغل على الاكسل وكل حاجه. يعني فور اكزامبل مثلا في القائمه بتاع الاستريتور دي، في الستريشنز دي مش هتلاقيها، فهتلاقي ايه جواها؟ هتلاقي شيبس وبيكتشرز، دول موجودين عندك لوحدهم. يعني هتلاقي ايقونه بره خالص اصلا اسمها شيبس، وهتلاقي ايقونه بره اصلا اسمها بيكتشرز. ما عندكش ايكون لو انت الفيجن بتاعك قديم، ما عندكش دي حاجات كلها ما بتستعملهاش. يعني الاستعمال اللي هو الجوهري سمارت ارت هتلاقيها عندك موجوده برده في ايكونز البره لوحدها. السكرين شوت دي عندك موجوده في كل الفيرجنز، وال3 دي مودلز برده هتلاقيها عندك. طيب ما في يعني ايه المهمين في دول؟ الايكون اللي هي مش عندك دي هي عباره عن ايكون بتنزلها من على النت. طب ما انت ممكن تروح تنزلها من على النت وتعمل لها انسرت كبيكتشر للاكسل بتاعك ده، انا بس اختصارا كده عشان الناس ما تقلقش. طيب لو انا مثلا ضغطت عليها فهو بيوريني ان انت مثلا لو عايز، بيبقى انا كونكت دلوقتي بالانترنت، فالراجل مثلا بيقول لي انت عايز ايكونز عامله ازاي، يعني ادي الايكونز ممكن تجيب اي ايكونز من دول، او ممكن تسرش عن ايكونز معينه انت عايزها، وعندك فوق اهوت الايه الكاتيجوريز اللي انت ممكن ايه تدور جواها. طيب حاجه يعني مش جوهريه، مش في الشغل، يعني دي حاجه جماليه، حاجه اضافيه بتقدر تعوض عنها، بتقدر تعوض عنها. هنا ما المساحه او المكان بتاع الشارتس والرسم البياني طبعا هنتعرض له بشكل قوي قوي جدا جدا في واحنا بنعمل داشبورد او بنعمل بروجكت على الاكسل. عندي بعد كده الحته اللي هي تعرضنا لها المره اللي فاتت، ولكن هتعرض لها بشكل اكبر ان شاء الله المره دي، اللي هي اللاين والكولوم والوين اند لوس، اللي هو يعني بدي فيجوال سريع كده عن الحاجه. كنا شفناها المره اللي فاتت في اكزامبل، وليكن مثلا اللي هو زي ده كده، عملنا سبارك لاين وعملنا الكولومز والكلام ده كله، بحيث ان هو فيجوال سريع كده، الراجل بس عرف ان الكولوم ده الاولاني ده دايما هو اعلى حاجه في كل حاجه اللي هو الفول تايم، والكولوم اللي هو اللي قبل الاخير ده اللي هو الكونتراكت هو تاني اعلى واحد بعده. يعني خد كده هنت سريع قبل ما يبص على الارقام. نفس القصه لو بص على اللاين، قلنا اللاين دي تفضل في الحاجه اللي هي بيبقى فيها تايم او بيبقى فيها ترند يعني. طيب فدي كده حاجات اللي هم الايه السبارك لاين والكلام ده كله. طيب وهنا السلايسر هنتعرض للسلايسر النهارده. هنا اللينك ممكن اعمل لينك ما بين البيجز وبعضها، او ما بين الاكسل والباوربوينت زي ما انا شفت، او ما بين الاكسل والوورد او الكلام ده كله. الكومنتس او الكومنت ممكن هنتعرضه ان شاء الله النهارده. وعندي انسيرت تكست بوكس والايه وسامبل اشكال والكلام ده كله. نفس الكلام بقى، مش هنمشي على واحده واحده، هنتعرض النهارده باذن الله الهوم وداتا والحاجات اللي فيهم، وممكن شويه من انسيرت مثلا. تمام كده. طيب تعالى بقى نشوف بقى، ماشي كده عرفنا دي القايمه اللي فوق دي، وكل قايمه تحتها الريبونز بتاعتها. هعرف امتى كل ما اعوز حاجه، اعرف امتى وازاي اوصل لها، والحاجه دي بعوزها امتى، هتيجي منين؟ هتيجي من الممارسه. طيب بعد كده بيجي عندي حاجه اسمها الفورمولا بار. الفورمولا بار دي اللي هو ايه؟ اللي هو ده اللي هو موجود عنده اف اكس ده كده، بيظهر جواه السيل اللي انا واقف عليها، القيمه اللي هي جواها. يعني هي لو هي بلانك زي ما انا واقف دلوقتي مثلا على سيل، فمش ظاهر هنا حاجه. لكن لو انا كتبت هنا مثلا 5، هتلاقي هنا لما اقف تاني على السيل دي هتلاقي ايه؟ كتب لي ال5 فوق اهي. تمام. نفس طيب خليني مثلا اقول هنا
4 وخليني هنا اقول لو وقفت على دي هيقول لي 5 فوق وهيقول لي هنا 4. طب خليني مثلا اجي هنا اقول له بيساوي فور اكزامبل دي زائد دي، انا ضغطت له عليها بالماوس فقال لي 9. تعال بقى ما اقف على التسعه دي كده اشوفه عامل ايه. بص فوق بقى ما كتبليش 9. ليه ما كتبليش 9؟ لان دي ناتجه عن معادله زي ما احنا بنقول، يعني ناتجه عن 2 سيلز زائد بعض، فما يقدرش يظهرها لي 9. طيب حلو جدا، ده الفورمولا بار. طب ايه اللي جنبه ده بقى؟ ده بيظهر لي اسم السيل اللي انا فيها. انا شايف اف 4، ايه اسم السيل اللي انا فيها دي؟ انا مش فاهم يعني ايه اف 4 اللي هو كاتبها دي. بص يا باشا، الاكسل زي ما حضرتك شايف عباره عن ايه؟ باختصار شديد جدا عباره عن كولومز وروز. ادي اهو كولومز، كل ما هو كده ايه فهو كولوم، وادي روز بالعرض. طيب التقاء ده مع ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي السل اللي هو بيعملها لي ببوردر اخضر دي. يعني التقاء زي ما حضرتك تكون بتسطر كده الايه النوت بوك بتاعتك او الكشكول بتاعك او الكلام ده كله، فانت بتسطر خطوط بالطول وخطوط بالعرض، فبينتج عنها ايه؟ بينتج عنها مربعات. احنا عندنا المربعات دي اسمها سيلز في الاكسل، دي مكونات برنامج الاكسل. ليه بقول كده؟ لان انت هتروح في برامج ثانيه زي الباور بي اي لما نتعرض له باذن الله ما فيهوش سيلز. لما هتيجي بقى عايز تكتب وواخد على الاكسل ودخل مش مهندس، فين السيلز اللي هدخل فيها الداتا؟ ما فيش سيلز هناك. هتخش مثلا على برنامج زي تابلو ما فيش سيلز. حلو. الناس مثلا بتتعلم بايثون والكلام ده كله ما فيش هناك سيلز زي كده. فانت مش بنقول ان في سيلز فيبقى حلو وما فيهوش يبقى وحش، ما فيش حلو ووحش. هو احنا بس بنعرف البرنامج مكوناته عامله ازاي عشان بس عينك تبقى واخده، ولما تروح تتعلم اي برنامج تاني تبقى فاهم انت ممكن تروح تلاقي ايه وممكن ما تروحش تلاقي ايه. طيب فهنا التقاء بقى الكولوم مع الرو دوت بيداني السل دي لها اسم، جايه من كولوم سي ومن رو 2، فهو بيبداها دايما باسم الكولوم فيقول لي سي 2. يعني هي جايه من كولوم سي، يبقى انا كده شفت فوق سي 2، يبقى ديت الكولوم سي والرو نمبر 2. تمام. ده اسم الايه السل بتاعتي، فكل سل لها اسم. حلو جدا. هنا بقى الارقام بتاع الروز من 1 لحد مليون 48 ألف تقريبا، دي محتويات الإكسل. يعني لو أنا عايز أعرفهم بالظبط كنترول سهم لتحت نزلت الآخر مليون 48 ألف 506. يعني هو مش اللي هيحفظ الرقم ده مش هياخد الكاس، مش هياخد جايزة، بس ده الليميت بتاع الإكسل آخره لحد إيه؟ مليون 48 ألف. طيب في لحد أني رو كنترول سهم يمين رحت الآخر كولوم اللي هو اكس اف دي. طيب عايز ارجع تاني مش عارف ارجع يعني ولا ايه؟ لا هترجع كنترول ارجع هنا تاني، وكنترول لفوق، كنترول شمال رجعني، وكنترول لفوق رجعني لاول سيل. الاختصارات دي مهمه جدا جدا في عمليه السلكت وعمليه المروح والمجي، هي يعني لا غنى عنها بصراحه. طيب تاني نقولهم كنترول يمين يوديني. طب بص بقى الحركه دي لو انا جيت كتبت هنا كده، بص الاول هو كنترول يمين وداني عند اخر سل في الاكسل. حلو كده. كنترول شمال رجعني عند اول سل. حلو. طب لو انا كتبت له في النص كده وحطيت له مطب كده قلت له اي رقم اي حاجه، يا عم بلاش حتى رقم خلاها حرف الايه مثلا، وجيت وقفت هنا كده قلت له كنترول يمين وقف عند الايه، يعني لا بيروح لحد ما يقابله اي داتا، لكن لو هي بلانك يفضل ماشي لحد النهايه. بس كده. نفس الكلام لو انا جيت اعترضت طريق هنا وقلت له حرف الاو مثلا، فرحت جاي قلت له كنترول سهم لتحت وقف لي عند الاو. بس دي اللي حضرتك محتاج تعرفها. طيب عندي بقى ايه اللي تحت ده؟ اللي تحت دي المنطقه اللي هي بتاع الشيتس. يعني ده مثلا انت بيقول لي انت في شيت واحد. طيب انا في شيت واحد طب عايز اضيف شيت جديد، هتلاقي عند حضرتك علامه الزائد دي حتى مكتوب على نيو شيت، ضفت منها شيت جديد. طيب انا عايز اسمي الشيت وعايز الونه وعايز اهيضه، طب تعالى نعمل ده كله مثلا. فانا هاجي على الشيت عايز اسميه، يا اما اضغط دبل كليك فهيعمل لي سيلكت عليه كده واسميه مثلا ايه، ده الشيت اللي هجيب فيه الداتا بتاع السيلز مثلا، وانتر كده سميته. طيب او كليك يمين واقول له رينيم واسميه ايه بقى؟ اسميه ده مثلا ده بتاع الاتش ار مثلا فور اكزامبل يعني. طيب عايز ادي الوان مثلا تميزها بحيث ان انا وانا عندي شيتس كتيره تحت وهتلخبط، حاول دايما يعني في حاجات كده ما حدش بيعلمها لك انت من الشغل ومن الصعوبات اللي بتقابلك بتبدا تاخد بالك تقول ايه، انا عشان اوفر وقت على نفسي احتاج اعمل كذا. هتلاقي كذا دي دايما حاجه مريحه للعين. يعني انا مثلا متعود ان السيلز مثلا بلون معين، فهدي الشيت بتاع سيلز بحيث عيني تروح وتيجي بسرعه عليه. فور اكزامبل مثلا عايز اديله كلر فاديله مثلا نديله اللون ده مثلا اي لون ماشي، والاتش ار هديله لون معين مثلا فادي اللون بتاعه وليكن خليه احمر مثلا.
فكده يعني دي حاجات كده سريعه بتسهل الدنيا شويه. حلو جدا. طيب بعد كده يبقى عايز مثلا في عندي شيتس كتيره تحت، وعايز اللي هو انا يعني يظهر لي حاجه اللي انا شغال عليه بس، فايه فاخفي اللي انا مش محتاجه دلوقتي. فاضغط كليك يمين هنا كده واقول له هايد. طب ايه ده، خلاص كده مش هعرف اوصل له تاني؟ لا، حضرتك هتضغط كليك يمين على اي شيت موجود، مش شرط هو هنا بس عشان في شيت واحد، يعني لو عملت شيت كمان كده وجيت ضغطت عليه وقلت له ان هايد، فيظهر لي الشيتس اللي مختفيه كلها. يعني هنا عشان احنا اخفينا السيلز بس، واضغط عليه كده واقول له اوكي، فيرجع لي السيلز تاني. طب ايه ده، لا انا الترتيب ده مش عاجبني، انا عايز ارجعه تاني. عادي حضرتك هتسحب كده، رجع بقت الترتيبه اللي انت ايه اللي حضرتك عايز اهو. طب عايز امسحه خالص زي شيت 3 ده كده، كليك يمين عليه ومن ديليت اتمسح. تمام كده. طيب دي حاجات بسيطه جدا. نروح بقى للايه، للداتا اللي هنشتغل عليها فعليا النهارده ونشوف هنعمل ايه. عندي بار تحت مهم جدا ما جبناش سيرته، عشان خاطر ايه هنقوله حالا دلوقتي، عشان خاطر يعني ما عملناش حاجه تبين قيمته لسه. طيب بيتكلم في ايه بقى؟ البار دوت، خلينا دلوقتي مثلا نقف هنا على السل دي ونعمل كنترول شيفت سهم لتحت، سلكت عليها كلها. بص حضرتك دي 742 سل، يعني كل دول فيهم داتا. طب لو انا جيت اسلكت بايدي كان زماني لسه ما خلصتش، زمان عمال نازل بالماوس نازل نازل. طيب دي بقى دي حلاوته السرعه بقى. طب انا عايز اطلع فوق تاني من مكان ما جيت وافضل ستيل محافظ على السلكت بتاعي، يبقى كنترول باك سبيس اللي هي في الكيبورد رجعني تاني مكاني وما زلت محافظ على ايه. طيب فين يا عم البار اللي انت بتقول لي البار السحري ده بقى، ولا اسمه الستاتس بار؟ طب حلاوته في ايه؟ لا هو حلاوته هو جميل جدا يعني بيسرع لك الشغل بطريقه رهيبه. اللي هو ليه بقى؟ عشان خاطر حضرتك انت دلوقتي سلكت على الكولوم ده، فالراجل اداك سوري اداك ستاتكس سريعه يعني بسرعه كده. قال لك ان الكولوم اللي حضرتك عملت عليه سلكت ده الافريج بتاعه هو الرقم ده اللي هو 1601 وفكه كده. الكاونت عددهم، عدد السيلز دي انت عندك 741 سيل موجوده. المينيمم اقل قيمه فيهم بالمناسبه 741 فيهم داتا، يعني 700 يعني لو في بلانكس في النص فهم مش معدودين مع الكاونت. طيب طب المينيمم ده اقل رقم موجود في الداتا اللي حضرتك عملت عليها سيلكت دي، هو اقل رقم موجود فيهم 650، بينما اعلى رقم موجود فيهم هو 2750، بينما بقى مجموعهم كلهم على بعض هو الرقم الطويل اللي حضرتك شايفه ده. طيب ادي كده سمري انا اخدته سريعا كده، ممكن يفيدني على حسب انا بستكشف ايه او انا عايز اعرف ايه قبل ما اعمل اي حاجه خالص. طيب كل اللي موجود تحت ده كله ممكن اجيبه بالمعادلات ويبقى قدام عيني كده وموجود في اي وقت الجا له، بدل ما اقعد كل شويه سلكت. هنعمل ده حالا. حلو جدا. طب بقول لك ايه، انت دلوقتي سلكت على على كولوم نمبر يعني نيوميريك، انا عايز حاجه مثلا يعني خلينا نشوف يا ديتس وتكست. اقول لك عينيا حاضر. ادي ديتس تواريخ، او خلينا يا سيدي نعمل لها تواريخ على مزاجنا احنا. هنتكلم طبعا باستفاضه عن التواريخ، انا سايب التواريخ للاخر لان ما فيش حد ايا كان المجال اللي هو شغال فيه ما بيتعاملش مع تواريخ، وانا مش من هواة اللي هو اقول لك ايه الدوال بتاع التواريخ هي 1 2 3 ده اللي التوداي لا، احنا هنتعامل مع التواريخ بشكل عملي اكتر، وشكل يعني فعلا ما حدش بيستغنى عنه في الشغل بتاعه. طيب هاجي في النيو في الحته دي مثلا عايز انشئ من عند 1 2019. شيء مهم جدا لازم حضرتك تاخد بالك منه. خلينا على المنظر ده اللي هو الشبابيك اللي ظهرت دي. حلو جدا. انا دلوقتي عايز ايه الشبابيك دي؟ انا لما اقف كده على السيل دي هل هيظهر لي هنا شبابيك؟ لا ده ظاهرها لي فعلا. امال يا عم ايه الشبابيك دي؟ الشبابيك دي حضرتك ان الكتابه اللي حضرتك دخلتها للاكسل اكبر من حجم السيل. طيب محتاج من الاخر، محتاج حضرتك توسع شويه تعمل كده. ايه ده لسه ما وسعتش، استنى اوسع لحد ما تعمل. طيب في حاجه اجمل من كده، حضرتك بتقوم جاي على الكولوم وتقف لحد ما تشوف المنظر ده للماوس. بص الماوس في العادي منظره كده، هتقف لحد ما تشوف المنظر ده وتضغط دبل كليك. الكولوم اللي عند حضرتك هيكبر بناء على اكبر سل فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا تعالى لنا مثلا في حاجه زي دي، فانا مثلا الاطوال بتاع الاسماء مش واحده، في اسماء قصيره وفي اسماء طويله شويه. فانا مثلا لو جيت ضيقت كده الكولوم ده زي ما انت شايف الموضوع في الاكسابيلتي اللي هو انت بتكبر وبتصغر براحتك اهو. فانا اهو مثلا كان الكولوم كده، فانا طبعا مش شايف ولا اسم كامل. فانا هاجي بقى ايه، استنى ما اشوف اكبر اسم اكبر عليه وهنا كده لا ده لسه. طب استنى كده وده لسه، خلي بالك عندك تحت موال.
طب انا بقى في حاجه جميله جدا بتوفر عليا الموضوع ده كله، ان انا بقف هنا كده واقول له دبل كليك، يروح عامل لي اللي كده على اكبر حاجه موجوده. طب ما انا مش شايف اكبر حاجه، ما هو تحت بقى انت هتستنى تنزل لحد ما تشوف انت اكبر حاجه دي. هو الراجل سنس بيها وعمل بناء عليها، عمل فت للكولوم للويدث بتاع الكولوم بناء على الحته، على ايه، على اكبر حاجه دي. طيب ما علينا. النقطه بقى اللي كنت بكلم حضرتك فيها عن التاريخ، رقم واحد عشان توفر على حضرتك شوارع ومسافات كتير قوي، لازم أن يكون الفورمات اللي حضرتك بتدخل بيه التاريخ، او التاريخ ممكن يكون جاي لك جاهز، لازم أن يكون الفورمات ده هو الفورمات اللي حضرتك عامله في الجهاز بتاعك. يعني المفروض العكس، ماشي، المفروض السهم العكس، ماشي. يعني عايز اقول انا ايه، عايز اقول ان انا عندي الفورمات بتاعي يوم شهر سنه، يبقى انا مثلا لما اجي اتعامل مع التواريخ اتعامل بالفورمات ده، والا الدنيا هتبوظ مني. طيب ده اول نصيحه يعني في التاريخ لابد من العمل بيها، لابد. طيب ايه تاني، ايه تاني ممكن بالنسبه للتواريخ؟ لا هو مش دي بس النصيحه الوحيده اللي موجوده. فبالنسبه للتواريخ في حاجات كتيره ممكن نقولها جدا. طيب ايه تاني يعني ما كنا هنتكلم فيه الحته اللي هي بتاعه الكولومز والروز والكلام ده كله. احنا كده اتحكمنا في السايز بتاع الكولوم. طب هل اقدر اتحكم في السايز بتاع الروز؟ اه. طيب فانا مثلا اول لو انا جيت اسلكت الكولوم، انا سلكت الكولوم اهو كده، انا سلكت الكولوم ده كله ليه؟ ضغطت عليه من فوق. نفس الكلام لو ضغطت على الروز من فوق من الجنب. طيب انت لما ضغطت هنا السلكت راح من هنا، افرض انا عايز اضغط على الاثنين مع بعض عشان اشوف حاجه معينه مثلا، زي ما حضرتك ضغط كده هتضغط على زرار الكنترول وتضغط مكان الكولوم اللي انت عايزه، هيفضل محافظ لك على السلكت هنا وهنا. نفس القصه في حته الريسايز بتاعه الايه، الرو. لو انا عايز اكبره، لو انا عايز اصغر، فمثلا لو انا ايه ضغطت كده دبل كليك رجعها تاني. لو انا عايز اصغر نفس الكلام، هطلع كده وبرضه اقول له دبل كليك هيعمل لها فيت لوحده على اكبر حاجه موجوده فيها. طيب هيك ده كلام لطيف، حلو جدا. ناخد بعد كده حته بقى السلكت زي ما احنا متفقين. لو انا عايز احافظ، يعني مثلا لو انا عايز بسلكت حاجات كده جنب بعضها، طب بص انا مش عايز افضل محافظ على السلكت ده، بس مش عايز الكولوم اللي في النص، يعني عايز اخد الاثنين اللي بعده. طيب اعمل ايه؟ الاول خلينا نعمل اوتو فيل ده كده، هيكمل بالتدريج اللي هو 1 1 2 1 3 1 4 1 لحد ما يوصل لتحت. حلو جدا. اعتقد هيوصل لسنة 2021 بس مش هتبقى كاملة، بالظبط، لان احنا عندنا 700 ايه 41 و350 365 و365 فالايه، ماشي. فدي التواريخ اللي عندنا، احنا كاتبين الهدف هنشوفه دلوقتي. طيب فعندنا بقى الحتة بتاعت ايه، خلينا نرجع لحتة الكولوم والروز معلش. ان انا مثلا انا ممكن اعمل ايه مع الروز تاني او مع الكولوم؟ انا ممكن اخفي وممكن اكبر واصغر، كبرنا وصغرنا. طب تخفي ازاي؟ ان انا مثلا ممكن اجي على الكولوم على الروز ده كده واقول له، وعملت عليه سيلكت الاول، واقول له ايه بقى، اعمل لي هايد. طيب وتعالى على ده كده واقول له ايه، اعمل لي هايد. وتعالى على البعيد ده كمان واقول له هايد. طيب وتعالى على شويه حلوين كمان كده كلهم على بعضهم كده وقول لهم ايه، هايد انتوا كمان. طب انا الكلام ده ايه، مش هنرجعه تاني يعني، مش هنعرف نرجع الكلام ده تاني؟ لا تعرف. تعالى مثلا انا خدت بالي ان في هايد، عرفت منين يا عم؟ خدت بالي من الارقام، يعني مثلا عندي 6 7 9 فين 8، خلاص اوريدي معمول لها هايد، ملهاش حل تاني، مفيش اختيار تاني. نفس الكلام اي بي سي دي اي، فين ايه يا عم؟ في ايه هنا ما بين الدي والاف، اي بي سي دي اي اف، لا طب ما دي برضه معمول لها هايد، طب انا هوصل للكلام ده ازاي؟ طيب خلينا نفك الهايد. طب افك الهايد ازاي؟ ان انا مثلا بسلكت الاثنين دول كده، خلي بالك انا سلكت كده هوريك، يعني مثلا تعال نسلكتهم بطريقه غير دي ونشوف هيعمل الهايد ولا لا. هضغط على الكولوم ده، وزي ما الباشمهندس قال لنا هفضل ضغط على الكنترول واسلكت اللي جنبه، انا كده سلكت تو كولومز اهو. كليك يمين واقول له ايه، ان هايد، جاب لي الاي، حلو جدا. طيب تعالى بقى على الثانيه اللي هي الثمانيه، وتحت مش عارف كم مهيد من 18 ل 22. طب تعالى نعمل اللي فوق الاول كده مثلا، ان انا هضغط على الاثنين مع بعض واقول له كليك يمين ان هايد، جاب لي مثلا بالظبط، جاب لي اللي هو الكولوم رقم 8. طيب طب انا بقى انا هقعد بقى ايه، الشيت جاي لي انا عايز ابدا اشتغل عليه، ما انا ما اعرفش، وفي هنا لسه هايد اهوت منظر الكولوم
انا مثلا ما خدتش بالي من ترتيب الحروف، فخدت بالي من المنظر ده. هبص حضرتك على المنظر ده، وبص على اي كولومز، المسافه بين اي كولومز والتاني كده، هتلاقي المسافه غير دي واضح كده ان هي غريبه شويه، يبقى هنا كده في هايت. طيب انا بقى هقعد بقى اخلي بالي والكلام ده، ودي داتا صغيره، افرض جاي لي داتا كبيره، وافرض ده تحت مثلا في روز تاني مختفيه. قال لك لا، حضرتك بتضغط مره واحده هنا كده على، شايف حضرتك المنظر ده الحته دي كده، وتقول له ايه كليك يمين، وتيجي هنا تقول له بتقول له بقى انهايد لاي حاجه موجوده عندك. يعني انت بقى هنا بقى بتوفر على نفسك كتير، بدل ما تقعد بقى كل شويه ايه انا هاخد بالي من الحروف، هاخد بالي من الارقام، هاخد بالي من الكلام ده كله، وتعمل انهايد لكل حاجه موجوده مره واحده، وتبدا الشغل بتاعك. عشان انت مثلا الشيت جه عدى على كذا حد في الشركه، فده كان مهيد حاجه عشان خاطر الرؤيه بتاعته، بيسهل على نفسه حاجه معينه، وده كان بيعمل حاجه وهكذا. فانت بقى برضه بتعمل الحاجه بناء على ايه اللي يريحك انت كمان. خلينا نقول له ماشي. طيب نقطة تانية عندي، في مثلا كان حد بيسأل عليها، الناس بتتعامل مع فايلات مثلا في اختلاف لغات، يعني اللي هو مثلا حد جايب بالعربي او اتجاه الشيت مختلف او الكلام ده كله. طب فور اكزامبل مثلا لو الشيت ده جاي لحضرتك بالمنظر ده، انا جيت هنا من بيج لي اوت وقلت له ايه رايت تو ليفت، يعني جابها لي من اليمين للشمال. يعني بص الحروف A B C D، وانا مثلا هو كل ما في الامر ان انا عيني مش واخد على كده، انا واخد على ان المنظر الاولاني اللي هي الحاجه بالانجلش. طيب دي بتتعرض لها كتير، بالذات في ان انت بتشتغل مع ايه ناس من مختلف من اماكن مختلفه. يعني نفس القصه زي ما عملتها كده هتعملها من هنا برضه، تروح مرجع لك كل حاجه ايه مكانها. طيب نيجي لحته التحديد اللي هي بتسهل عليا، اللي كنا ماشيين فيها وقطعنا عم التاريخ. الحته بتاع السلكت اللي هي بتسهل عليها حاجات كتير. يعني انا مثلا سلكت الداتا دي، الكولوم ده مثلا، وعم كنترول شيفت سهم لتحت وكنترول باك سبيس، عايز اخد الكولوم ده اهو. فلو جيت مثلا ضغطت هنا السلكت ده هيروح. طب عايز افضل محافظ على السلكت، حضرتك هتفضل ضاغط كنترول، يبقى تاني كنترول شيفت سهم لتحت كنترول باك سبيس. لسه انا كده شايل ايدي من على الكيبورد خالص. طب كنترول بقى قبل ما تعمل اي حاجه، واضغط هنا، وبعدين شيفت، انا لسه ضاغط على الكنترول وسهم لتحت، الاثنين جوهم مع بعض كنترول باك سبيس كده، انا شايل ايدي خالص اهو. حاجه سيلكت حاجه جديده، لازما قبل ما اعمل اي حاجه او اما اقف على الحاجه الجديده دي بالماوس، لازما الاول ابقى واقف فين؟ ابقى ضاغط على كنترول. اجي مثلا هاخد النيو سالري، فانا ضاغط على كنترول اضغط براحتي، كنترول شيفت سهم لتحت كنترول باك سبيس. حلو جدا. طيب عايز بقى دول لوحدهم مثلا انهم اخدهم كنترول سي، اخدهم في حته لوحدهم، هعمل عليهم اناليسيس ثانيه، الكلام ده كله دي بقى براحتك. بس عشان خاطر السلكت دوت بيعصب ناس كتير، يعني يقول لك ايه السلكت راح مني، لا اخدهم على مره على 3 مرات، انت ممكن تاخدهم على مره واحده. طيب دي كده الايه الحتت اللي هي الاولانيه البيزكس، اللي هي آه يعني بدائيه شويه. نبدا بقى ان ايه نتكلم في ايه نوع سؤال بديهي خالص، ونقول لحضرتك سؤال: هو ايه الداتا اللي ممكن حضرتك تدخلها في الاكسل او تيجي لك في الاكسل او تتعامل معاها في الاكسل؟ احنا بنختصر الكلام في 3 انواع من الداتا ونبدا نتعامل معاهم. هي لها كذا تقسيمه بالمناسبه. يعني فور اكزامبل مثلا انا بقسمها لك تقسيمتين، من ناحيه داتا ثابته وداتا متغيره. يا عم ايه الكلام اللي انت ايه الكلام ده؟ لا بص بقى، داتا ثابته يعني هي 7، يعني الرقم ده مثلا 7 فهو 7، ده رقم ثابت. ده تاريخ 1/1/2019 هو رقم ثابت. ولكن مثلا لو جينا هنا في الايكويشنز، او خلينا لا زي ما احنا مثلا، خلينا هنا مثلا نقول ايه 4، وهنا مثلا نقول 8، وهنا نقول بيساوي السل دي ملتبلاي السل دي 32. ال 32 دي متغيره. ليه متغيره؟ لان لو غيرت اي حاجه من دول، خليت الاربعه دي مثلا 7،
ال 32 اتغيرت ما بقتش 32، لكن ال 8 دي ثابته. ليه؟ لان اللي جنبها اتغير، ال 56 اتغيرت، كل حاجه اتغيرت، هي انا ثابته، انا مش هتغير لما انت تخش تغيرني بايدك، فدي كده بتتسمى دوال او داتا ثابته. طيب داتا متغيره زي دي كده. طيب دي كده مثلا تقسيمه للداتا، برضه مش دي النوع اللي انا بتكلم بقى عليه، لا النوع اللي انا بتكلم عليه اللي هو نوع الداتا نفسه. فور اكزامبل مثلا خلينا نشوف ده، دي ارقام، ده رقم، ايا كان بقى رقم بينديكيت ليه، رقم فلوس، رقم منتجات، رقم اي حاجه، المهم ان هو رقم. طيب بس اللي جنبه تاريخ. طيب بس ده تكست. يبقى انا من الاخر بتعامل مع واحد من الثلاثه دول، يا اما تكست دي بقى يعني ما هو فيش حاجه لها حصر، تكست اسامي نوع التايب او نوع العقد اللي حضرتك شغال بيه، تكست اهوت نوع الديبارتمنت او اسم الديبارتمنت، نيم اهوت اسم الامبولي نفسه. طيب ما هو مش هقدر اقول لك التكست هو التكست، هو التكست يعني ما فيهوش تمييز. نفس القصه الارقام، رقم السالري، رقم الاي دي، رقم البطاقه، رقم اي حاجه، التاريخ اهو تاريخ. طيب دي الحاجات اللي انت بتتعامل معاها، حلو جدا. الارقام دي يا اما ارقام صحيحه زي اللي احنا شايفينها دي كده، يا اما ارقام عشريه، يا اما برسنتج، حاجات في المية. يعني فور اكزامبل لو خدت الكولوم ده كده كنترول سي وجيت حطيته هنا كده كنترول في وقلت له ايه، خلي لي دي مثلا من هوم، خليها لي برسنتج، دعنا من الارقام يعني، بس كده دي برسنتج. حلو. تيجي بقى يعني كده دي البرسنتج وكده دي الارقام العشريه ودي كده ارقام صحيحه، ايا كان فهم ارقام. حلو كده. طيب بالمناسبه الاوتو فيل يا جماعه في الارقام وفي الكولوم وفي الروز. فور اكزامبل يعني ايه؟ يعني انا مثلا قلت 1 2 3، انا عايز مثلا امشي لحد رقم معين، فاجي اعمل الاوتو فيل اللي اتفقنا عليه المره اللي فاتت وامشي كده مثلا لحد ما اوصل لحد 13 بدون ما اقعد اكتب 1 2 3 4 كده. طيب الكلام ده بس لتحت؟ لا الكلام ده لتحت والفوق واليمين والشمال. يعني ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني تعالى مثلا معايا اقول لك هنا 2 واجي اعمل سيلكت كده وامشي ناحيه اليمين، ففضل يعد معايا برضه. ايه ده؟ طب لو انا مثلا جيت خدت الارقام دي قلت له مثلا ايه 10 وهنا كده 9 واي دي بس جنرال ماشي، 10 و9 وجيت ايه عملت لهم سيلكت كده واخدتهم ايه من ناحيه الشمال، فبدأ يعد معايا ايه بالناقص، 9 10 8 6 5 ومشي كده. طيب نفس الكلام لو جيت اخدت دول مثلا بس كده كنترول سي هنا كنترول في وجيت مشيت اخدتهم كده وايه ومشيت لفوق، فضل يعد معايا بالناقص. يبقى وانا طالع لفوق بينقص، وانا رايح شمال بينقص، وانا رايح يمين بيزود، وانا نازل لتحت بيزود. طيب بس انا خدت بالي من حاجه يا باشمهندس، ايه انت حضرتك عشان خاطر تعمل الاوتو فيل ده بتاخد سيلكت اكتر من سيل. هو انا مثلا لو وقفت على الواحد بس كده وضغطت دبل كليك هنا او سحبت مش هيعملها؟ اقول لك لا مش هيعملها. طب تعال ما نجرب، هيعمل ايه؟ هيقعد ينزل بالواحد. طب شوف كده دبل كليك وحايد كلها. طب اذا عشان خاطر الحته دي تنجح معايا لازم أنا اعمل تو سيلز على الاقل، يعني هم يكونوا اكتر من واحد. فاضغط كده عشان خاطر ايه العمليه تمشي معايا، لما اضغط هنا 2 وارجع اعمل كده سيلكت دبل كليك هيعد عادي. نفس الكلام في اليمين وفي الشمال واللي فوق. تمام. فدي دي حته مهمه ايه تاخد بالك منها. طيب التاريخ زي ما احنا اتفقنا، لما باجي ادخل تاريخ او باجي اتعامل مع التاريخ بضغط بهتم بالفورمات بتاع التاريخ بتاعي اللي هو موجود في الجهاز بتاعي. حلو جدا. طب البيانات بقى المتغيره، تعال ايه نمسح الكلام اللي احنا عملناه ده كله. نتكلم بقى على البيانات المتغيره. البيانات المتغيره زي ايه؟ الاول الحته بتاع الستاتس بار دي اللي احنا عملنا سيلكت فيها على الكولوم دي، شفنا كمان الكولوم كان نيوميريك، شفنا حاجات كتير. طب افرض مثلا انا عملت سيلكت كده لكولوم مثلا تكست، بص تحت ايه ده ما جابليش الا كاونت. هو الراجل ده بقى بيشتغلني ولا ايه؟ لا هو الراجل مش بيشتغل. هو الفكره ان دي حضرتك تكست، انا ما اقدرش اجمعها. يعني اما اقول لك فول تايم زي بارت تايم بيساوي كونتراكت، ما اقدرش اعمل لك عليها عمليه حسابيه، ما اقدرش اجمع، ما اقدرش اجيب لك اعلى حاجه فيها، ما اقدرش اجيب لك اقل حاجه فيها، ما هوش رقم. لكن ما اقول لك من 1 ل 10
اقل حاجه 1 واعلى حاجه 10، مجموعهم بقى نجمعهم، الافرج بتاعهم 5، مش الكلام ده كله. لكن انا هنا لا اقدر اجيب لك اي حاجه بتيجي من الحسابات، بما ان ده تكست ما اقدرش ايه اجيب لك عنه المعلومات الكتيره دي، هو انا يا دوبك اعدهم لك. حلو قوي. طب لو في التاريخ اقول لك ايه، اقول لك ما تيجي نشوف كنترول سي. ايه اللي جابه بقى؟ جاب حاجات برده مش وحشه، حاجات جميله جدا. فالراجل بيقول لك ايه بقى؟ الراجل بيقول لك ان الماكس اعلى تاريخ عندك في دول هو يوم 10/1. بالمناسبه دي معلومه صحيحه، 10/1/2021. اقل تاريخ عندك اللي هو اكيد اول تاريخ بالظبط 1/1/2019. طيب الكاونت العدد بتاعهم هم 741، يبقى عدي. يبقى دي كده الثلاث معلومات دول بالنسبه لي معلومات. هي الافرج اللي هي ايه ممكن ما تستعملهاش شويه، يعني اصل افرج التاريخ يعني هو بيقول لك اليوم اللي في النص يعني هو اول يوم في شهر 6 في شهر ايه، اول في سنه 2020. فدي حاجه ماشي، ممكن اعوزها وممكن لا، بس الثلاثه دول مهمين بالنسبه لي او ادوني معلومات. عرفت التواريخ بتاعتي بتنحصر منين لمنين، عرفت الدنيا بتاعتي ماشيه ازاي. طيب وعرفت العدد. حلو جدا. البيانات بقى المتغيره دي لما نيجي مثلا نشوف حاجه ندي اكزامبل عليها. ابسط انواع المعادلات في الاكسل ما اتكلمناش عليها المره اللي فاتت، بس هنتكلم المره دي. اسمها مثلا معادله اسمها sum. فخلينا زي ما احنا متعودين نكتب هنا فوق sum المجموع. sum دي بتجيب لي مجموع، بتعوز ايه؟ قلت حضرتك اكيد اخدت بالك الاول نضغط. فهو بيعوز ايه؟ قال لك هات الارقام اللي حضرتك عايز تجمعها. يعني من الاخر عايز رينج. اي نعم هو مش كاتب لي رينج، بس بيقول لك عايز ايه زائد ايه. طب انا فور اكزامبل مثلا هضغط له بقى ايه وامشي له سل واعمل له ايه؟ القمه اللي موجوده اللي اتفقنا عليها، اللي هي مش في كل الاجهزه بتبقى قمه، ممكن تبقى سيمي كولون. طب خلينا نشوف. فهتيجي هنا مثلا ادي القمه هي عندي، فهو بيقول لي نمبر 1 نمبر 1 وبعد كده نمبر 2. طيب انا عايز اجمع ده نمبر 1 بالنسبه لي قامه، وده نمبر 2 بالنسبه لي قامه، وده نمبر 3 بالنسبه لي، وهكذا لحد مثلا خلصت. فحضرتك مثلا هتقفل القوس وتقول له انت ايه ده شبابيك، خلاص بقى ما انت عرفت، دبل كليك كبرت ايه بتاع، بس هو واخد فورمات اللي هو البرسنتج فرجع ايه جنرال تاني فرجع رقم. طيب لما تيجي حضرتك انت اخدت مجموع ايه بقى؟ اخدت من اي 2 لحد اي 5. ادي اي 2 لحد اي 5. بص حضرتك الرقم اهو تحت، ادي رقم الصم مظبوط جدا. طب انا عايز رقم او سوري الصم بتاع الكولوم كله، هقعد امشي سلسل. قال لك لا، انت هنا بقى ده الرينج اللي انا كنت بكلم حضرتك عليه. انت ممكن حضرتك تعمل ايه؟ تيجي هنا وبدل ما تمشيها له سلسل تقول له لا والله بص حضرتك انا ممكن هبدا من هنا وكنترول شيفت سهم لتحت كنترول باك سبيس عشان ارجع تاني. هو لوحده الراجل قال لك ايه؟ قال لك من انت عايز من اي 2 لحد اي 742. يعني انت عايز الرينج ده كله اجمعه لك. حلو جدا. اقفل كده وقول له انت بالظبط ده الرينج بتاعي، جاب لي الجمع بتاعه. دي كده بيانات متغيره. ليه متغيره؟ لان لو غيرت اي رقم هنا كده هتتغير. تعال نخلي دي مثلا 500 اتغيرت. تعال نخليها مثلا ديت 900 اتغيرت. طيب دي كده حته البيانات المتغيره لازم حضرتك تخلي بالك منها. بتبقى ناتجه من ايه؟ عشان نختصر على بعض الموضوع، بتبقى مش داخله مانوال، بتبقى ناتجه من ايكويشن. الايكويشن دوت ممكن يكون بينطبق على التكست، ممكن يكون بينطبق على التاريخ، ممكن يكون بينطبق على النيوميريك. يعني ايه؟ طب دي النيوميريك وشفناها. طب افرض مثلا حضرتك جايب ده بفيلوك اب اللي اتكلمنا عليها. يعني مثلا الراجل ده شغال فول تايم وشغال في الديبارتمنت بتاع السيلز. طيب هو فضل في الديبارتمنت بتاع السيلز، ولكن من الداتا اللي انا جايب منها الراجل ده اتغير بقى يشتغل معانا بارت تايم. فاصبح طالما دي مش داخله بالايد كده، فاصبح لو غيرت هناك في التيبل اللي هو جاي منه فخلاص دي هتصبح ايه؟ بارت تايم. بقى كده دي بالنسبه لايه؟ للتكست. بالنسبه للتواريخ نفس الكلام. لو انا عامل حاجه دايناميك برضو او جايه من ايكويشن فهتلاقيها بتتغير. فعشان تسال عن حضرتك الموضوع، فانا بتعامل يا اما مع داتا متغيره يا اما داتا ثابته. داتا ثابته انا مدخلها بايدي، وداتا متغيره ناتجه من ايكويشن. الايكويشن ده سواء بقى جاي على تكست، جاي على ديت، جاي على نيوميريك، فمفيش ادنى مشكله. طيب عندي بقى ميزه مهمه جدا وميزه لذيذه، حته البيزكس اللي في الاول دي انا عارف ان هي رخمه شويه، بس هي ايه الناس عشان تبقى فاميليار مع الحاجه يعني.
طبعا انت ممكن تسكيب النقطه دي وتبدا معانا من اول لما ندخل، يعني اخر نقطه، او ممكن تبدا معانا من النقطه الحاليه دي، ممكن تبدا حضرتك معانا من النقطه الحاليه دي. عندي حاجه اسمها مثلا فور اكزامبل الكومنتات. فخلينا مثلا نكمل هنا في بعض المعادلات عشان نبقى قلنا كل حاجه. بقول لحضرتك كاونت، عايز اعد. طب كاونت انت بثواني هنا كده، في كاونت وفي كاونت ايه الفرق ما بينهم؟ اقول لحضرتك انا ما اعرفش، تعال نشوف مع بعض. فانا قلت كاونت، انا هختار كاونت الاول. وتعالى بقى احنا عايزين نعد ايه؟ والله احنا لو عدينا اي واحده منهم هتدينا المفيد، احنا عايزين عدد الموظفين اللي عندنا. فمثلا خلينا نبدا بالايه، من ايه ده؟ انت عايز تعد الموظفين؟ طيب تعال نبدا اسمائهم، ابسط شيء خالص. فكنترول شيفت سهم لتحت، كنترول باك سبيس، هتعد لي دول كده يا باشا. حاضر. واقفل كده القوس بتاعك. بص هيقول لك ايه؟ صفر. صفر مين يا عم؟ ده 741 موظف، صفر مين؟ اقول لحضرتك هنا بقى يكمن الفرق ما بين كاونت وكاونت ايه. كاونت ايه بتعد اي حاجه، بتعد اي حاجه، يعني بتعد تكست، بتعد تواريخ، بتعد ارقام. كاونت بتعد ارقام بس. طب خلينا نشوف. فتيجي هنا عند كاونت دي، انا لو حطيت لها الايه بس وقلت له بالظبط انا عايز كاونت ايه، وقلت له انتر، هنا عد، هنا عدهم لي مظبوطين. طيب ده كلام جميل. طب انا عايز بعد ما عديت بقى، عايز اعرف اعلى حد. تعال نعد بكاونت تاني، نعد بكاونت في حته تانيه، نقول بيساوي كاونت. كاونت مثلا الارقام مثلا دول انا عايز اعدهم المره دي، مش عايز اجمعهم. واقول له ايه؟ اقفل دي كده. هيطلع فيه تقريبا سل فاضيه في ماشي، مش مشكله. فدي كده حته من استكشاف من الداتا اهو. هنا هو عد. لو تلاحظ ناقصه واحد، ليه ناقصه واحد؟ هتلاقي فيه بلانك بقى نقعد ندور عليه. ماشي. هنا في في زايده واحد، ليه؟ مع الفكره ان هو بيعدش البلانك من الاخر، بيعد الحاجات اللي فيها قيم بس. طيب هاجي هنا مثلا عايز اعرف اعلى مرتب فيهم، وليكن مثلا الماكس. ما هو ده مش غيرها. فانا اقول له ماكس، هات لي اعلى مرتب في الناس دي كلها، واقفل هنا القوس بتاعي. وهات لي اقل مرتب برضو عشان يبقى عندي المعلومات كامله، ويبقى جربنا ايه كل الايه الحاجات اللي انا ممكن ايه اتعامل بيها. طيب يبقى انا كده اخدت كام معلومه؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، خمس معلومات كده ايه في السريع. كنا نزوم شويه عشان الشير. طيب خدت خمس معلومات كده في السريع. عندي بقى ايه؟ دي المعلومات مثلا انا اديتها للناس اللي هتشتغل معايا او الناس اللي تحتي او ايا كان. فعندي بعض التحفظات او بعض التعليقات، فبدل مثلا ما ابعتها له في ايميل، في حاجه جميله جدا بقى في الاكسل، ان انت ممكن حضرتك تقول تدي له كومنت. ازاي؟ تقف على السل كده، لازم تبقى واقف عليها، كليك يمين، وتيجي هنا تحت تقول له ايه؟ نيو كومنت، ان انا عايز اقول حاجه هنا. فتضغط عليها. فتيجي يقول لك ايه؟ ده اسمك طبعا، بيكتب اسم اليوزر والكلام الايه اللطيف ده كله. فتيجي مثلا هتقول له تشيك مثلا، يعني انت شاكك في الرقم ده، اي حاجه. فده الكومنت بتاعك. طيب ده بقى هو هيعرفه منين؟ هيعرفه من الحاجه اللي هو عاملها له هنا كده. بص حضرتك، انا اصلا اول لما ما بقفش على السلم، مجرد ما بعدي من عليها بس بيظهر لي الراجل هنا ده اللي كتب الكومنت ده جهاز الشركه مثلا، واي حد بيقعد عليه والكلام ده كله. فبيكتب اسم اللي كتب، اللي كان عليها ساعتها، وبيظهر له بيقول لك ايه؟ الراجل ده بيقول لك تشيك، او اللي انت بقى هتكتبه ساعتها. طيب ممكن كمان حضرتك ترد عليه تقول له مثلا ايه؟ ضن مثلا، وخلاص عملنا اللي تشيك. طيب هل ده المكان الوحيد اللي اقدر اجيب منه الكومنت؟ قال لك لا، انت ممكن بيجي من كذا مكان. فانت مثلا وانت واقف هنا كده دي على دي، هتيجي من القوائم اللي فوق دي. لو تاخد بالك جت قابلتنا واحنا فين؟ واحنا في انسيرت. ادي كومنت، وتكتب نفس الكومنت بتاعك. طيب بس كده؟ لا، تقريبا برضو كانت بتيجي من فيو او لا، من ريفيو. حلو، نيو كومنت، انت بتكتب له الكومنت بتاعك، نفس القائمه بتظهر. طيب طبعا زي ما احنا متفقين مفيش حلو وفي وحش، وانا عايز اعمل كومنت انا عملته بكليك يمين، حضرتك عملته من ريفيو، حضرتك عملته من انسيرت. المهم ان انا في كومنت هنا محتاج اللي هيجي بعدي وهيشتغل بعدي يقرا الكومنت ده. طيب الكومنت ده انا ممكن اعمل معاه ايه؟ ممكن اعمل له تعديل وممكن اعمل له حذف. يعني انا هاجي هنا كده وقفت على السيل دي، ادي ايديت. لو انت حضرتك عايز تعمل ايديت، تقول له مثلا ايه؟ اي حاجه، مثلا نقول له مثلا دان، خلاص ما تمام يا باشا، اتاكدنا، ما تعملش تشيك، بقت دان.
طيب لا ده انا بص بقول لك ايه، العمليه دي خالص عشان ما ندوش الناس، امسح لي الكلام ده كله، بس ما بقاش عليه العلامه الموف، فخلاص دي كده انسيرت كومنت، ودي الايديت كومنت، ودي الايه الديليت كومنت. طيب دي حاجات بتبقى في الناس اللي هي بتشتغل وبتسلم شغل لبعضها، وحد بياخد وراك، انت بتاخد من ورا حد، الكلام ده كله. فايه بتحتاج الكلام ده، بدل ما يبقى في مكالمات بقى اقول لك باعت لك على الواتس، لا ما فيش باعت لك على الواتس، هو في شغل فورمال. طيب حلو جدا. من اول بقى اللي جاي معانا ده هيبدا بقى الكلام ايه يا جماعه، يعني احنا طولنا عليكم في كالعاده.